صباح الخير، السلام عليكم. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نهار مبروك ونهار كله نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه. نتمنى النهار يكون بخير وعلى خير على الجميع ان شاء الله يا ربي. غنبدا معكم اخوتي نهار ديال اش نعمت فيه. مشيت تقديت، جبت الدجاج. كتشوف عندي هنايا 6 ديال الدجاجات. انا ملي كنبغي نجيب الدجاج ما كنجيبش وحده، كنجيب 6 ولا 8 ولا على حسب الاستطاعه. كنعملهم، كنجيب الحامض بزاف، كنطحنو بالقشور ديالو بكل شيء، وكنفرغو على هاد الدجاج. وكذلك كنزيد ليهم حتى الملحه، حتى وإلا كان واحد شويه الخل، وكنخليهم يترقدوا مزيان. وهنايا بعد ما ترقد لغد ليه، جبت وحده ودرتها تشرمل باش نديرها للغدا، باش نديرها للعشاء عفوا. وهاد في الغدا جبرتوني كنعمل شويه ديال بيشكاديه حتى هي شرملتها، عملت لها بصله والثومه والربيع، طحنتهم مع بعضياتهم. وهنايا كنرقدها في هاد الشرموله وكنزيد لها غير الملحه. وهاد الدجاجه غنخليها للعشاء. وهنايا خوتي جبرتوني عملت القشوع في هاد الماكينه ديال القشوع. نتوما نوريكم. هنايا كنعمل هنايا الصابون اللي هو هذا، كتستعملوا هذا النوع ديال الصابون، كيكون هيدا بحال هكذا. كنعملوه هنايا في هاد البلاصه وكنشدوا عليه، كنشدوا هاد الغلاقه هذه. وهنايا كنعملوا هاد السائل. كتشوفوا هاد السائل هو اللي كيصفي القشوع، كيخرجهم كيبرقوا. هانتوما كنديروا هنايا، كنعمروا هذه في كل تصبينه ديال، يعني في كل غسله من الاواني كنعمروا هذه. الا جبرناها خاويه، من الافضل كون هكا تعمر فيها حسن ما تبقى خاويه. خوتي العزاز، بعد ما عمرنا فيها القشوع، هانتوما دابا القشوع تغسلوا، كتشوفوا كيفاش القشوع سخونين ومبخرين. وهنايا قلت غنرافق هاد البيشكاديه اللي غنقليها بهاد البطاطا اللي كتجي مقرمشه. كنجيبوا بطاطا، كنقشروها، كنحكوها في الحكاكه الغليظه، وكنضيفوا عليها 2 بيضات، وكنضيفوا عليها الملحه، وكنخلطوا. بعد ما كنخلطوا البطاطا مع البيض والملحه فقط خوتي العزاز، كنديروا المقله فيها الزيت كتسخن. بالنسبه للبطاطا هذه ما كتشربش الزيت بزاف، يعني كميه ديال الزيت تقليل لك واحد العاده ديال البطاطا. وهاد البطاطا هذه كتجي بحال الشكل ديال الطورتيات الصغارين، يعني كتجي زوينه وكتجي لذيذه، وكتجي الا درتيها غتولي مدمنه عليها، يعني غتبقى تعجبك. كتجي مقرمشه وساهله دغيا كتوجد، يعني كتوجد في واحد الوقت وجيز. هانتوما خوتي دغيا كتحمر، يعني كتحمر وكتولي مقرمشه، يعني من برا وكذلك من الداخل. وكنقلبوها كما كتشوفوا اخوتي العزاز. كنحاول نشارك معاكم اليوميات ديالي، شنو كنصايب وشنو كندير. نتوما ما كتشجعونيش اخوتي، وخا كندير بزاف الحاجات ما كنتشجعش نصور فيديوهات، يعني جبرتوني معكاز نصور فيديوهات. كنقول خلي ما كاينش لا مشاهده لا والو، بلاش. هانتوما اخوتي كتشوفوا كيف مقرمشه وما فيهاش الزيت من داخل. كنرافقوها مع السمك ولا مع اي حاجه بغيتو ترافقوها معاها، كتجي دوه مع العيال المدرسه في السندويشات خوتي العزاز. السلام عليكم البنات. بغيتي يا لاله تصنعي بانكيك في 5 دقائق، معليك غير تجيبي 2 بيضات ورشه د الملح ومعلقه السكر و2 معالق ديال الزيت بيضه، ونخلطوهم مزيان بالطراب اليدوي حتى كينسجموا العناصر. وكنضيفوا 2 ساشيات، وحده ديال الخميره الحلويات، وحده ديال السكر فاني. كنضيفوا كاس ديال الحليب رايب، بغيتي تعملي حليب عادي، بغيتي حليب رايب. كنزيدوا كاس ديال الدقيق وكنخلطوا. وبعد ديك الساعه كنطيبوه، ما كنخليوش حتى يرتاح. هاد المقلاة او الا اي مقلاة عندكم، كنخليوه شي حتى كيتثقف، غير كيبدا يحمر من تحت كنقلبوه كما كتشوفوا خوتي العزاز. وكنخليو العافيه مهيله، ما هي العافيه ما تكونش مجهده، وكنقلبوا
بانكيك ديالنا كما كتشوفوا اخوتي العزاز. حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. هانتوما كتشوفوا كيفاش جا الشكل ديالو ذهبي. وهانتوما كدهنوه بالشوكولاط ولا بالجبن ولا كتخليوه هكا. وهانتوما اخوتي العزاز، شكرا لكم الحضور والسلام عليكم. وكذلك اخوتي بغيت نشارك معكم هاد الخبيزات المقليين في الزيت اللي ما كيخطاونيش من الدار، كيعجبوا ولادي بزاف، كيعجبوهم ياكلوا فيهم يا اما المملحات يا اما يعني يديروا فيهم كونفيتور ولا الشوكولاط ولا يديروا فيهم مثلا بحال شكل ساندويش. هنايا كنحتاج اخوتي 2 كيسان ديال الحليب دافين، كندير معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين حبيبات. وهنا اخوتي العزاز كنجيب معلقه د العسل، يعني العسل عادي ديالنا اللي كنديروا به معسلات، وكنخلطوهم اخوتي هاد العناصر. وكنديروا شويه ديال الدقيق، كنبداو نخلطو. كنديروا شويه الملحه فوق الدقيق، غنبداو نخلطو. ومن بعد كنبقى نزيد في الدقيق تدريجيا حتى كنتحصلوا على العجينه اللي بغينا. بالاول كنعجنوها خفيفه شويه، هنايا ما كنخليهاش يعني تتنفع الخميره العجين، كنعجنها دقه واحده حتى كنبقاو نزيدو في الدقيق شويه بشويه حتى كنجمعوا العجينه ديالنا اخوتي العزاز. بعد ما جمعت العجينه ديالي مثلا شويه الطحين كنعملها بلاستيك بياض، يعني المهم بلاستيك يكون بياض، هذا لي بلاستيك ديال السلوفان. وهنايا خوتي بعد ما خمرات لي العجينه ديالي كنجبدها كنحطها فوق سطح العمل كما كتشوفوا اخوتي. العجينه ديالي ها هي خمرات، وكنقسمها قطع على حسب الحجم اللي بغيت اخوتي العزاز. كنقسموها، المهم كنقطعوها قطع صغار على حسب العجينه كيفاش بغينا الكويرات يجيو يا اما صغار يا اما كبار. بعد ما كورناهم كويرات صغار خوتي العزاز ودرناهم في الصينيه، وجبنا شويه الحليب، كذلك جبنا شويه السمسم اللي هو الزنجلان. كنجيبوا واحد الكره، يعني كناخذ واحد الكره كما كتشوفوا خوتي العزاز. كما كتشوفوا العجينه رطبه ورخوه وطريه، كنحطوها في الحليب ومن بعد في الزنجلان او السمسم. كتشوفوا بالنسبه للبلاصه اللي كتلتصق فيها الايدين كنحطوا فيهم دقيق. هنايا كنرشوا الدقيق ولا الطحين، كنجيبوا هاد الكره ديالنا كنحطوها بهذه الطريقه، كنضغطوا عليها يعني كنبسطوها وكنستعينوا بالدقيق حتى كنتحصلوا. بغيتو تطلقيها بالمدلك، بغيتي باليد ديالك، مهم كنطلقوها. بغيتيها دائريه، بغيتي تقسميها على جوج، كيبقى لك الاختيار ديال التشكيل. بالنسبه لهاد الخبيزات هادو كنديروا فيهم الساندويشات، كنديروا فيهم يعني المالح والحلو يصلحوا لجوج حاجات وكيجي المذاق ديالهم ولا اروع. وهنايا خوتي الا بغينا نديروهم صغار كنقسموهم بحال هيدا على جوج. هانتوما كنقليوها في الزيت، يعني كنديروا عليها الزيت من الفوق، كنديروها عليها الزويته حتى كتنتفخ خوتي العزاز.
وانتم اخوتي بعد ما تحمروا من جوج جهات كتشوفوا كنحيدوهم كيبانوا بحال كميرات صغار اللي كيتباعوا. هانتوما كتكون داخل خاويه وانتم كتشوفوا. دابا غنديروها دائريه بعد ما درناها مقسومه على جوج. دابا غنديرو هكا مدوره اولا مستطيله كتعمليها الشكل اللي بغيتي وكتبقى ديري عليها الزيت. هي ما كتشربش بزاف الزيت يعني واحد كميه زيت قليله كطيبنا واحد العدد كبير ديال العجين. هانتوما اخوتي كنقليوهم كنديروا عليهم زيت من فوق يعني كينتفخوا اخوتي العزاز. وانتم اخوتي الخبز ديالنا المقلي في الزيت ديال الساندويشات كتشوف كيفاش جا من برا محمر مقرمش ومن داخل ما فيهش البطعه يعني خاوي تعمري فيه ساندويشات العيال يديهم معاهم مدرسه ولا ما تكوني خارجه ماشي شي بلاصه ولا ديرهم في الدار هيدا في العشيه ولا ديرهم في العشاء تعمريهم بشي مملحات ولا شي حلويات خوتي العزاز. وهنايا خوتي غنشارك معاكم هاد الكتمه اللي خيطنا يعني خيطنا منهم واحد العدد لا باس به للكليان ديالنا وعليهم اقبال كبير. وهنايا خوتي خرجت انا الصديقه ديالي ماشي نتساراو شويه مشينا خرجنا على شي شغل كنوجدوا على داكشي الاشغال ديال الجمعيه. دابا نشارك معكم الاعمال اللي عملنا اخوتي العزاز وكنشكركم اخوتي على الحضور ديالكم وترقبوا الجديد وما تنساوناش من لايكات وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.